أخبار مثيرة لعشاق الكرة المغربية. تغييرات كبيرة في تشكيلة المنتخب الوطني قبل مواجهة النيجر وتنزانيا. برشلونة يضع عينه على موهبة مغربية شابة، ويوسف النصيري يواصل التألق لكن بإصابة قد تقلق الجماهير. كل هذه التفاصيل وأكثر في هذا الفيديو الشامل، لا تذهبوا بعيدا. وليد الركراكي يستعد لحسم قائمته النهائية لمباراة النيجر وتنزانيا في تصفيات كأس العالم 2026، لكن المفاجأة أنه يتجه لتقليص عدد اللاعبين المحليين في التشكيلة. فبعدما كان الاعتماد على نجوم البطولة الوطنية ضروريا، يبدو أن تألق المحترفين المغاربة في أوروبا يجبر الناخب الوطني على تغيير خططه. حسب آخر التقارير، الركراكي قد يكتفي ب3 لاعبين فقط من البطولة الوطنية، وهم منير المحمدي من نهضة بركان، أيوب الخياطي من الجيش الملكي، جمال حركس من الوداد الرياضي. في المقابل قد يتم استبعاد يوسف بلعمري ظهير الرجاء الرياضي بسبب تراجع مستواه بعد الإصابة، وكذلك الحارس صلاح الدين شهاب، حيث يبدو أن المدرب يفضل الاعتماد على 3 حراس فقط. لكن ماذا عن المفاجآت؟ الحديث يدور حول إمكانية استدعاء أسماء جديدة مثل بلال ندير من مارسيليا الفرنسي، حمزة إكمان هداف كلاسكو رينجرز الأسكتلندي، كما أن الركراكي مهتم بمنح الفرصة لسفيان ديوب من نيس الفرنسي وأسامة الصحراوي من ليل الفرنسي بعد تألقهما في الفترة الأخيرة. برشلونة يواصل البحث عن مواهب جديدة، وهذه المرة عينه على لاعب مغربي شاب، آدم أزنو، الظهير الأيسر المعار من بايرن ميونخ إلى بلد الوليد، دخل ضمن اهتمامات النادي الكتالوني. برشلونة يعاني بعض الشيء في مركز الظهير الأيسر، ويبدو أن الإدارة تريد تدعيم هذا المركز عبر التعاقد مع أزنو، رغم أن اللاعب غادر برشلونة في 2022. لكن هل يعود مجددا؟ هذا ما سنكتشفه في الأيام القادمة. يوسف النصيري يعيش فترة ذهبية مع فنربخشة. المهاجم المغربي سجل حتى الآن 20 هدفا هذا الموسم، منها 13 هدفا في الدوري التركي و2 في كأس تركيا، بالإضافة إلى 4 في الدوري الأوروبي. لكن الجماهير المغربية تلقت خبرا غير سار، حيث كشف جوزيه مورينيو مدرب فنربخشة أن النصيري يعاني من مشاكل في الركبة. النادي في انتظار نتائج الفحوصات بالرنين المغناطيسي، والجميع يترقب ما إذا كانت الإصابة ستؤثر على مشاركته في المباريات القادمة. إذن مستقبل المنتخب المغربي يبدو مثيرا مع هذه التغييرات، وآدم أزنو قد يكون مفاجأة برشلونة القادمة. لكن هل إصابة النصيري ستؤثر على حظوظه؟ ما رأيكم في قرارات الركراكي؟ هل تتوقعون أسماء جديدة في المنتخب؟ أخبرونا في التعليقات، ولا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك حتى تصلكم كل الأخبار الحصرية. إلى اللقاء.